في يوم من الأيام كان حراس الملك ماشيين في الغابة والوضع تمام التمام، لكن فجأة بيطلع لهم تنين ضخم وكبير جدا بيبدأ يهاجمهم، والتنين أقوى منهم بكتير، بيشوط فيهم من كل اتجاه ولا حد عارف يعمل معاه أي حاجة. وفي اللحظة دي بنشوف مزارع يدعى عيل بسيط جدا ملوش في أي مشاكل، عايش في المزرعة دي وكل همه هو زراعة الحقول وجمع المحصول، والزرع دايما بيطلع على الفرازة، على طول بيحصد الزرع وبيحطه في العربية علشان يروح يبيعه في السوق. المستوى بتاعه بيظهر وبيعرف انه خلاص عدى المستوى العاشر، واثناء ما كان خلاص هيمشي صاحبه تيستا بيجيله وبيقول له عاش عليك يا عم، ده انت عمال تقفل مستوى ورا مستوى ورا مستوى، ربنا يوعدنا بنص حظك. بس فاكر يا دي اللي لما رحنا نصطاد وطلع علينا اسماك خطيرة، بس انت بضربة واحدة منك خلصت عليهم كلهم؟ لا بأمانة انت كنت جبار، عندك مواهب كتير الله ينور. البيت رعب منه بيقول له ما خلاص يا عم عينك الله يعينك، بس تصدق يا دي يا تيستا فكرتني ان اروح ابص على نقاط التقييم بتاعتي. بيبص عليها وبتطلع 73612. صاحبه بيتصدم وبيقول له ده انت شكلك جامد من كل حاجة بقى، لكن ال بيودعه وقتها وبيقول له سيبني علشان اروح السوق وابيع المحصول بتاعي. بيتحرك بالعربية بتاعته وفجأة بيشوف التنين اللي هجم على الحراس طاير في الهواء، لسه عمال بيهاجم فيهم من تاني ومحدش قادر يوقفه. ال بيبص في ايده كده وبيلاقي جزرة، بيقول انا ممكن احدفها عليه علشان يبعد عن الحراس قبل ما يقتلهم او حد يحصل له حاجة. وبالفعل بينشل عليه، ولكن الضربة بتكون قوية جدا، قوية لدرجة انها بتفجر التنين بالكامل. ومش بس كده، لا ده الجزرة من قوتها بترجع له من تاني. هو احنا بدأنا في الكذب من دلوقتي ولا ايه؟ ده لو جزرة نووية مش هتعمل كل اللي عملته دوت. الحراس بيكونوا مصدومين من اللي حصل وبيقولوا احنا لازم نعرف ازاي ده حصل، لكن صاحبنا ال بيكمل في طريقه ومش بيحط في دماغه اللي حصل ده خالص. لكن برضه الحراس بتشوف اثار العربية بتاعته، وفي الوقت ده ال بيوصل العاصمة، بيوري الحارس الشارة بتاعته علشان يسمح له بالدخول، وفجأة الشخص ده بيخرج وكان خاطف الأميرة معاه، بيهدد الحراس بقتلها وبيقول لهم افتحوا الطريق. لكن هل ده هيحصل؟ ده لو كان ال بريء. الواد بسرعة البرق بيروح ياخدها من ايده وبينقذها منه. الأميرة بتتصدم من سرعته، المجرم مش بيسكت وبيروح علشان يهاجمه بالسكينة، فبيقول له ريح يا خينا، بيديله على دماغه وبيسلمه للحراس. الأميرة بتعجب بيه وبشجاعته، بتشكره جدا علشان ساعدها، والواد بيقول لها يا ست لا شكر على واجب، وبيمشي حتى من غير ما يكتر في الكلام. بيروح السوق وبيبيع الزرعة بتاعته، كان في قمة السعادة. وبعد ما بيخلص المحصول اللي كان معاه بيكون راجع للبيت من تاني، لكن الحراس بيوقفوا بيقولوا له ما انتش ماشي من هنا ليه بس يا جدعان، ما انا موريكم تصريح الدخول بتاعه ما فيش اي مشاكل. لكن فجأة الأميرة بتتدخل، بتقول له انت مش هتمشي غير لما اشكرك الاول. يا ستي لا شكر على واجب، سيبيني اروح بقى عايز اكمل الزرعة بتاعتي. بتقول له تمام بس انت اسمك ايه؟ فبيقول لها انا اسمي ال. طب بص بقى يا عم ال، باختصار كده انا عاوزك تبقى واحد من جنودنا لانك قوي جدا وهتنفعنا في الجيش بتاع ابويا. لكن زي ما احنا عارفين فالواد ده مش في دماغه اي حاجه غير انه يزرع وبس. بيقول لها معلش يا سياده الاميره اعفيني من الشغلانه دي، انا راجل فلاح على قدي ومش هفيدكم باي حاجه، وخلاص بيسيبها وبيكون ماشي. ولكن قبل ما يمشي الاميره بتوقفه، بتقول له هنديك ارض مساحتها 33000 متر ازرع فيها براحتك، ولكن خليك برضو في الجيش مع ابويا. الواد بيتعصب وقتها وبيقول لها ما خلاص بقى انا بدات اشك فيك على فكره، يعني عندكم حراس بالالاف جنود بالملايين، جت عليا انا وعايزين تضموني ليكم، هو انا على راسي ريشه ولا ايه؟ لسه الاميره كانت هترد عليه، ولكن الحراس بيقطعوها، وهم دول نفس الحراس اللي كانوا بيواجهوا التنين في البدايه. بيحكوا لها على اللي حصل معاهم، والتنين كان خلاص هيموتهم، لكن فجاه واحد بعربيه فجره قدام عيونهم، والحد ده مشى بعربيته قبل ما نوصل له ولا نعرف عنه اي حاجه. الاميره وقتها بتعرف ان هو اللي انقذهم، بتبص عليه ولكن ده فص ملح وداب. الواد اختفى من قدامها ورجع لمزرعته من تاني، بلا جيش بلا يحزنون. والله يا جدعان الواد ده برنس بكل معنى الكلمه. الاميره وقتها بترجع القصر من تاني، ولكن كان في بالها انها لازم ترجعه، لازم تضمه للجيش باي طريقه ممكنه. ننتقل بعد كده عند ملك الدوله اللي بيكون مجمع حراسه، اللي بيعرفوا ان في هجوم شرس جدا جاي عليهم. بيقولوا له الشياطين عملوا تحالف من جديد وخلاص جايين يهجموا علينا وشكلهم مش ناويين على خير نهائي. لكن الملك بيقول لهم طبعا مستحيل، ده ملك الشياطين اتقتل على ايد ابطالنا قبل كده، على ما اظن ان كل الشياطين انتهت ساعتها، ومصيبه لا يكون في حد منهم لسه عايش. لكن درعه اليمين سيسل بيقرر يتدخل، بيقول له للاسف يا سياده الملك فعلا في هجوم جاي علينا من الشياطين، والهجوم ده هيبقى كبير جدا، وقائد الشياطين اللي جايين دول اسمه روميو. انا بقترح انك تمشي من المملكه انت والاميره دلوقتي وتروحوا تقعدوا في مكان امان وتسيبونا احنا نحارب الشياطين. الملك بيتعصب وبيقول له انت اتجننت ولا ايه؟ انت عاوزني اتخلى عن شعبي، اتخلى عن الناس اللي
حطوني على الكرسي ده ولا ايه؟ فبيقول له يا مولاي لا، ده انسب حل لانك لو مت مش هيجي ملك يحمي الشعب زيك، واحنا عايزين سلامتك مش اكتر، فخلي بقى اليومين دول يعدوا على خير لحد بس ما الحرب تخلص وبعدها برجع تاني. وفعلا الملك المراري بيقتنع بالكلام، بيقول لرجالته بالتوفيق يا شباب في الحرب، واوعدكم اني هرجع لكم في اسرع وقت. وبيخلص الكلام بينهم على كده. نرجع بقى اللي بيكون خلاص وصل بيته، يا دوب لسه بيفتح أكرة الباب لكن الأكرة بتتخلع في ايده. بيقول يا جدعان هو ايه اللي بيحصل النهارده؟ هو عين الواد صاحبي ده جت فيا ولا ايه؟ لكن بيدخل جوه ويا دوب بيقعد ياخد نفسه بيلاقي صاحبه بيخبط عليه، بيقول له افتح يا اسطى بسرعه. بيفتح له بيقول له مالك يا عم، هي ناقصه خضه النهارده ولا ايه؟ صاحبه بيقول له لم حاجتك بسرعه، ده في جيش شياطين جاي يهجم على القريه دلوقتي وهياخدوا الاخضر واليابس قدامهم، لازم نهرب بسرعه قبل ما يوصلوا هنا. البيت رعب من الكلام، بيقول نهار ازرق يا جدعان، انا لسه ما حصدتش الزرع بتاعي، عدني يا عم انت علشان اروح اطمن عليه. فبيقول له طب تمام يا عم ما تتاخرش، وانا وكل القرويين هنكون مستنيينك هناك. وفعلا بيروح يطمن على الزرع بتاعه وبيفرح ان ما حدش لمسه، لكن فجاه بيلاقي الوحوش داخلين على القريه. بيقول حلو قوي، سيبهم يولعوا في بعض وامشي انت ياض يا قل ومالكش دعوه باي حاجه. بس لحظه واحده، هل هم بكده هيدمروا كل حاجه؟ هيدمروا المحاصيل اللي تعبت عليها؟ لا، انا مستحيل اسمح بده يحصل، انا لازم اقف في وشهم وامنعهم. نرجع بقى للملك اللي بيكون ماشي مع شويه من حراسه، ومن ضمنهم دراعه اليمين سيسل هو اللي بيدلهم على الطريق. بيقول له يا ابني انت واثق من الطريق اللي احنا ماشيين فيه دوت؟ بنته بتقول له بابا انا فاكره الطريق ده كويس لاني مشيت فيه قبل كده، الطريق ده اخره مسدود. وبالفعل بيلاقوا الطريق مسدود قدامهم. الملك وقتها بيجمع الاحداث ببعضها وبياخد الصدمه على وشه، ايوه دراعه اليمين هو الخاين وسطهم. الحراس لسه هيهجموا عليه ولكن مش بيلحقوا يعملوا حاجه لان الخبيث ده بيكون خابط كل واحد فيهم خبطه بتجيب اجله. هي دي النهايه ولا ايه؟ بيقول للملك انت غبي قوي يالا، ما خدتش بالك ان انا الشيطان روميو ومش المساعد بتاعك، ولكن على العموم انت هتموت دلوقتي، مش انت لوحدك، لا انت وبنتك هتموتوا حالا. ودلوقتي الحارس ده بيفكر يقف في وشه بس انت بتعمل ايه؟ هي واحده بس بتجيب اجله. بيقول للملك يجهز بقى، انت خلاص هتموت وانا اللي هحكم كل حاجه، على فكره انا هاخد شكلك وهخدع شعبك، وكده كل حاجه هتمشي على حسب الخطه بالظبط. وبدون مقدمات بيجهز ضربه قويه بيخبط بها الملك، ولكنه بيصنع درع حامي وبيقول له انا لسه بصحتي يالا، بس ما بيكملش الكلمه والدرع بيتكسر. ايوه روميو قوته اقوى منه بمراحل، حتى الاميره لما بتتدخل مش بتعرف تعمل حاجه. الشيطان بيقدر يكسر الدرع الحامي وبيستعد علشان يخلص على الملك وبنته، ولكن هل ده هيحصل في سلام؟ دع بسلام. المطرشم بتاعنا خلاص وصل لكم، هي خبطه واحده من فاسه بيصد بيها الضربه وكمان بيشق الارض اللي تحتيه. روميو بيترعب وبيقول له انت مين؟ انا اللي ههينك يا اسماعيل، بس عامه يعني بما انك عايز تعرف فانا مزارع بسيط. بيقول له نعم مزارع بالقوه دي كلها؟ ده عندها. بيتعصب وبيقول له انت هتكتر في الكلام ولا ايه؟ هات اخرك يلا. وبدون مقدمات الواد ده بيهجم عليه ولكن بيصده بسيفه وبينطره بعيد بيخبطه في الحيطه. الشيطان بيتعصب اكتر وبيظهر شكله الحقيقي. بيترعب بيقول انا شكلي اتسرعت لما وقفت قدام ولا ايه؟ ده الواد وصل لليفل 78. روميو بيجهز اقوى ضربه عنده لكن بيدي الواحده ستربنكس بتنيمه. علو بيالا كل الشياطين بيشوفوا اللي حصل ده وعلى طول بيهربوا من المكان. وبالنسبه لروميو فخلاص ما بقاش نافع تاني، خلاص مات على ايد المزارع الكحيان بتاعنا. وبيخلص اليوم على كده. تاني يوم الملك بيشكر إلا على مساعدته ليه، بيقول له انت لازم تبقى واحد من رجالتنا. فبيقول له لا يا حبيب قلبي تسلم، انا حابب افضل مزارع زي ما انا. بيقول له يا جدع هتبقى واحد من رجاله الملك تقول لي هبقى مزارع؟ بنته بتتدخل وبتقول له خلاص يا بابا سيبه يا عم ما تغصبوش على حاجه، انا عرضت عليه قبلك انه يشتغل معنا ولكنه رفض، بس على الاقل يا اقبل مننا ارض المملكه كهديه بسيطه وده اقل شكر نقدر نقدمه لك. بس معلش طلب اخير، كنت عاوزك تكتب اسمك في قائمه المحاربين بتوعنا علشان لو حصل اي هجوم شرس زي ده تحط ايدك في ايدينا ونقدر نتغلب عليه. فبيقول لها خلاص يا ست موافق بس عشان الارض اللي هتدوها لي. بس اول ما بيشوفها بيتصدم، ده صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء، دي عشان
زرع محتاجة معجزة. تاني يوم بيتمشى مع الأميرة في السوق وبيلاقيها مغيرة شكلها، بيعزمها على الأكل وبيقول لها أتمنى الأكل يعجبك يا سمو الأميرة. فبتقول له وطي صوتك يا عم، أنا عايز أخد حريتي في التعامل وأبقى زي الناس العادية ومش عاوزة حد هنا يعرف إني الأميرة. ومن ناحية التخفي فما تقلقش، أنا لابسة الدبوس ده ومش هيخلي حد يعرفني. يا سلام، بقى الدبوس ده هو التخفي ولا إيه؟ ولكن بعدها بيدخلوا المملكة دي والراجل ده بيستقبل بيقول له أنا سمعت عن اللي أنت عملته يا بطل، بيهني عليه وبعدها بيودي له موظفة الاستقبال اللي بيكون اسمها هيلين، وده علشان يسجل اسمه ويبقى من ضمن المحاربين اللي في المملكة. البنت بتعزمه على الأكل وبيقعدوا يتكلموا وبتقول له أنا بس مستغربة من حاجة، أنت زي مزارع بسيط ودلوقتي عاوز تحارب. فبيقول لها أصل في حد اداني قطعة أرض مقابل إن أحارب الوحوش، وبصراحة اتكسفت أقول لهم لأ. الحراس اللي كانوا بيواجهوا التنين بيقولوا هم كمان وبيقولوا له إحنا مبهورين بيك جدا يا عم، خلاص إحنا عرفنا إن أنت اللي قتلت التنين بضربة واحدة. كل اللي في المكان بينصدموا وبيركزوا معاه. بيقول لهم يا جدعان أنا مجرد مزارع بسيط، بالصدفة كده رمت جزرة خلصت على التنين. بعدها بيتعرف على باقي الحراس والعيال كانوا في قمة السعادة علشان هينضم لهم، وده جنب الزراعة طبعا. بعدها بيرجع يكمل كلامه مع هيلين اللي بتبدأ تعرفه على مستويات المحاربين. بتقول له أقل رتبة هي رتبة جي، بتفضل تعلى تباعا لحد رتبة اس، وده مستوى الأبطال. فبيقول لها تمام، أنا بقى ما ينفعش أوصل للمستوى اس خالص، إذا كان أنا كده ومبهورين بيا ومش سايبيني في حالي، أمال هيعملوا فيا إيه لما أوصل للمستوى اس؟ بعدها البنت بتديله قائمة المهام بتاعته وبتقول له مطلوب منك إنك تجمع 10 أعشاب اسمهم ملك، هتلاقيهم موجودين في غابة جريم. فبيقول لها أيوة، الأعشاب دي بتستخدم في وصفات العلاج اللي بيشربوها المحاربين. أيوة بس أعمل إيه يعني لو حد هاجمني في الغابة؟ فبتقول له ما تقلقش، خد اللبس السحر ده يخلي محدش يشوفك هناك. بيقول لها طبعا إذنك بقى علشان أروح أجيب الحاجات اللي أنتم عاوزينها. بيخرج بره بعدها وبيقول للأميرة بأمانة انبهرت بالتنكر بتاعك، بس للأسف أنت مش هينفع تيجي معايا المهمة دي في غابة خطيرة واحتمال الوحوش تهاجمنا، أنا أصلا بخاف منهم ولو أنت جيتي معايا فهضطر أحميكي، والمشرحة مش ناقصة قتلة بأمانة. وبالفعل بيروح على الغابة وبيقدر إنه يجمع 9 نباتات بسرعة، بيكون فاضل واحدة بس، لكن قبل ما يجيبها بيلاقي الشعار ده قدامه. بيقول غريبة يعني، أنا ما شفت الشعار زي ده قبل كده، وعلى حسب الورقة اللي معايا إن الغابة دي فيها شياطين ووحوش، وبالنسبة للشياطين اللي فيها فعندهم غريزة خارقة على التزاوج، علشان كده ممكن يتجوزوا من جنسهم أو من الجنس البشري. وفجأة الشيطانة دي بتحضر في المكان، وأول ما بتشوفه بتقول له أنا لازم أتجوزك يالا. الواد بينصدم، تتجوزي مين يا بنت انتي؟ أنا أصلا بخاف منكم. لكن فجأة الحارس ده بيجي وبيخلص عليها بضربة واحدة من سيفه. بيقول له مالك ياض انت ما تنشف كده امال؟ معلش يا اسطى أنا بترعب من العفريت جدا وما بعرفش أقاتلهم. باقي الحراس بيوصلوا وبيقولوا له لا يتعود على كده، ده انت لسه في أول يوم، أمال بقى لما تواجه الباقي هتعمل ايه؟ ال بيقول لهم خلاص يا جدعان ما تخوفناش أكتر، على العموم أنا لقيت الشعار ده بس الصراحة مش عارف هو بتاع مين. صاحبه بيقول له من النادر انك تلاقي الشعار ده هنا، وفي ناس بتقول له انه يخص التنين الاسود. التنين ده نادر جدا ان اي حد يشوفه، بس عامة انت ممكن تبيع الشعار ده وتاخد فلوس كتيرة. ويلا بقى نرجع المدينة علشان الجو خلاص ليل. وفجأة الارض بتتهز تحتهم وكأن حصل زلزال، وفي وسط كل ده بيخرج عليهم التنين الاسود وبيكون عاوز يدمرهم. الكل بيثبت في مكانه، محدش بيقدر يتحرك، بس المفاجأة ان التنين مش بياخد باله منهم وبيمشي. ال بيقول الحمد لله انه ما فكرش يهاجم حد فينا، دي كانت هتكون نهايتنا على ايديه. المهم يعني بيعدي الوقت وبيخلص الكلام بينهم على كده. نروح بقى لهيلين اللي كانت نايمه وبتحلم بانها بتتقتل في الغابه، بتصحى من النوم وبتقول ربنا يعديها على خير الايام الجايه. تاني يوم بتروح الشغل وبتكون متضايقه وبتقول انا عاوزه افتكر اللي حصل لي زمان بقى، وده يا صديقي لانها فاقده الذاكره. ال بيجي لها وبيقول لها انا عاوز ابلغ عن حاجه خطيره حصلت. بيقعد مع نقابه المحاربين وبيحكي لهم على موضوع التنين الاسود، والتنين ده قوته كانت بين ال 200 وال 300 الف، يعني لو فكر يهجم على المدينه هيدمرها بالكامل. وساعتها النقابه بتتصدم، بيقولوا له ربنا يعديها على خير يا عم، ده باين ان ده التنين الاقوى في البلاد، تنين مالي. هيلين بتكون متضايقه وبتقول لهم انا محتاجه افتكر كل حاجه في اسرع وقت، انا حاسه ان اعرف التنين ده او حاسه ان ليه علاقه بيه. ال بيقول لهم طب انا لقيت الشعار ده هناك، وعلى فكره بقى هو يخص التنين. وساعتها هيلين بتنصدم، بتفتكر لما كانت بتجري هي واخوها في الغابه وفجاه التنين ظهر وكان شكله مرعب جدا، وبعد اللي هيلين بتفتكره ده بيغمى عليها. بعدها بيودوها على البيت والست اللي ربتها بتقعد مع إله وبتقول له اللي انت لابسه ده، فبيقول لها البتاع ده هيلين هي اللي ادتهولي. فبتقول له لازم تعرف ان البنت دي فقد ذكرياتها من وهي صغيره ومش فاكره حاجه غير اسمها، وان الرداء اللي انت لابسه ده كان معاها زمان، انا وجوزي لقيناها
لها من 15 سنه عند النهر وتبنيناها. بيقول لها انا واثق ان التنين له علاقه باللي حصل لها زمان، بس عامه انا هدور في الموضوع بنفسي واجيب لك الخلاصه. بتقول له انت ما ينفعش تدور في اي حاجه لانك مش محارب اسطوري، سيبيني بس وانا هروح الغابه وهدور على اي حاجه تفيدني هناك. بتقول له طب امسك وصفات العلاج دي علشان لو جرالك اي حاجه هناك. لكن صاحبنا بيسيبه وبيروح المكتبه علشان يقرا اي حاجه عن التنين. بيقول انا قدرت اهزم اللي اسمه روميو ده، فاكيد يعني التنين ده مش هيستعصي عليا، بس انا لازم ادور على اللي حصل من 15 سنه. واول ما بيروح لصاحبه المكتبه بترفض انها تديله اي معلومات هو عاوزها علشان ما عندوش اي صلاحيات. بيقول لها يا ست مشي الدنيا بقى، لكن بتيجي الاميره بنفسها وبتقول لها معلش نفذي له اللي هو عاوزه. وطبعا طلباتها اوامر. الاميره بتاخد إله ويدخلوا المكتبه من جوه علشان يدوروا على اللي هو عايزه. وبمجرد ما بيمسك الكتاب ده بيعرف ان في تاجر راح يزور قريه، واول ما زار القريه دي اتدمرت على طول. وبعد التدمير الناس اللي نجت شافوا الشعار بتاع التنين ومكتوب هناك ان التنين ده مات من زمان، لكن اللي الناس ما تعرفوش ان التنين ده لسه عايش، ومعنى كده انه هيخربها زي ما عمل من 15 سنه. البيت صدم على طول، بياخد الاميره وبيروح عند القريه اللي التنين دمرها، وبيكون واثق انه هيلاقي دليل هناك ولا حاجه. وبالفعل بيشوف القبر ده وفجاه بيطلع منه شبح عيل صغير. بيقول له ازيك يا اسطى عامل ايه؟ على فكره انت بس اللي تقدر تسمعني وتشوفني علشان انت لابس اللبس بتاعي. ايوه يا عم انا اخو هيلين. الاميره بتقول له انت بتكلم نفسك ياض ولا ايه؟ فبيقول لها لا انا بكلم شبح واقف قدامي بس انت مش هتشوفيه. البي يخليها تلبس الرداء معاه وساعتها بتشوف الشبح. بتتخض لكن البي يقول لها اسكتي خالص علشان نعرف الحكايه. الواد بيبدا فعلا يحكي لهم اللي حصل. انا اسمي ري وهحكي لك كل اللي حصل لي يا عم. من فتره كبيره انا واختي كنا عايشين في قريه جميله جدا، لكن حصل اللي حصل والتنين دمر القريه كلها. على فكره حياه اختي في قطر دلوقتي وانت لازم تنقذها. بدا يحكي له اللي حصل زمان لما كانت اخته بتدور عليه ولقته قاعد بيتضرب في الغابه بالسيف ولكنه بيقع ورجله بتتجزع. بتقول له يا ابني خد بالك بقى التدريب على الهادي يا عم مش كده. فبيقول لها مالكيش دعوه انت سيبيني اتدرب، انا هفضل اتدرب بالطريقه اللي تريحنا علشان ابقى محارب عظيم واقدر احميكم في المستقبل. البنت برضو كانت خايفه عليه ولكن ما عرفتش تقول حاجه. وفي وسط ما هما بيتكلموا التنين بيهجم على القريه وحرفيا الخبطه الواحده منه بتولع في شارع كامل. الاخين بيرجعوا على بيتهم بسرعه، بيكتشفوا ان اتدمر بالكامل وعيلتهم اتقتلت. وفجاه التنين بيظهر للست دي وعيالها. الواد بيحاول يقف قصاد التنين علشان يحمي الام، لكن التنين بيخلص عليهم كلهم، وده لانه بيتغذى على ارواح الناس. هيلين بتقول له يلا يا عم نهرب، وفعلا طلعنا نجري في الغابه بكل سرعتنا. ولكن فجاه التنين بيحاصرنا وبيقول لنا على فين يا اطفال؟ مش واخدين بالكم اني جعان ولا ايه؟ بنحاول نهرب منه ولكن برضه مش بيسيبنا في حالنا. هيلين بتوعه ومش بتكون قادره تمشي. التنين بيوصل عندها وكان خلاص هيقتلها، لكن وقتها انا اتدخلت وخبطته بالسيف في عينه، بس للاسف التنين مش بيتاثر. لكن اللي حصل ده خلاه يركز معايا وينسى اختي. وقفت قدامه بكل شجاعه وما جلتش. التنين ضربني بقوته واتصبت اصابه كبيره في بطني، واختي كانت زعلانه جدا عليا، ما كانتش عارفه ازاي تساعدني. ولكن برضه انا كنت مصمم اقف في وش التنين وبقول له انا احنا اختي الكبيره مهما حصل. فبيقول لي خلاص بعد ما اقتلك هسيب روحك في الارض دي، وده لسبب واحد بس، وهو ان بعد 15 سنه هقتل اختك الكبيره دي في نفس الارض قدام عينيك، هخليك تشوفها وهي بتتقتل تاني. وعلى طول بيختفي من المكان، وهيلين بتكون زعلانه جدا على اخوها اللي مات. الواد بيخلص الحكايه لإل وبيقول له بس يا عم ده اللي حصل لي من 15 سنه، وطبعا انت واخد بالك ان ال 15 سنه عدوا خلاص، ودلوقتي جه الوقت اللي هيقتل في التنين اختي. اول حاجه يعملها انه يخليها تحلم باحلام مرعبه وتفضل تتخيل حاجات مش بتحصل، وده يسبب لها رعب كبير لحد ما يقدر يسيطر على دماغها ويخليها تروح الغابه. انت لازم توقف التنين ده باي طريقه، ولازم تعرف ان الطاقه السلبيه بتخليه اقوى بكتير. دي زي الاكل اللي بيتغذى بيه، يعني مثلا لو وقفت قدامه وخفت ساعتها قوته هتزيد، انما لو اتحديته هيضعف جدا وهتقدر تهزمه. ودلوقتي المطلوب ان اختي هي اللي ما تخافش منه علشان قوته تضعف. الواد بيتاثر جدا من كلامه، بيقول له ما تقلقش يا عم، انا بوعدك ان احميها ومش هسيب حاجه تحصل لها، سيبني دلوقتي علشان اروح اشوف هعمل ايه. وبدون مقدمات بياخد الاميره وبيجري بسرعه من المكان علشان يلحق هيلين. الاميره بتقول له بص يا سيدي روح انت الحق البنت وانا هخلي الجنود يستعدوا للحرب. وبالنسبه لهيلين فبتكون التنين سيطر عليها وبيخليها تروح الغابه، واول ما بتوصل هناك بيظهر لها بشكل مرعب جدا. البنت اول ما بتشوفه بتتصدم وعلى طول بتفتكر كل اللي حصل معاها من 15 سنه، بتفتكر موت اخوها علشان يحميها، بتزعل جدا من نفسها علشان سابت اخوها يموت وما عملتش حاجه. بتقول للتنين
انا قدامك اهوت، لو عاوز تقتلني يلا، انا اصلا عاوز اخلص من حياتي الممله ديت، يلا يا عم اقتلني، ولو مش عاوز تقتلني فانا هقتل نفسي بالسكينه ديت. التنين بيضحك وبيستعد علشان يسحب روحها. البنت فعلا كانت خلاص هتقتل نفسها، لكن هل ده هيحصل؟ ما تقولها معايا. لا والله، الوحش اللي بيظهر في اخر لحظه وبيلحقها، بيقول لها اللي حصل ده ما كانش ذنبك لا. وقبل ما يكمل كلامه التنين بيدي له واحده بالطياره، لكن الرداء اللي كان لابسه بيحميه. التنين بيتصدم وبيقول له انت ازاي عايش بعد الضربه دي؟ فبيقول له تعالى بقى علشان اقول لك. بيروح عليه وبيدي له واحده من بتاعته بتكسره. بيفرح جدا وبيكون مفكره قتله، لكن ده عند امك يلا. التنين لسه عايش وبيقول له تعالى لي يا حالتها. اللي بيقول للبنت اخوكي بيسلم عليكي، سيبيني بقى علشان اخلص على عجلي ده. التنين بيهجم عليه وبيكسره من كل اتجاه، خلاص هياكله، ولكن ال برضه مش هيستسلم. صحيح انه خد كام ضربه ولكن ده مش هيهده. اتفرج بقى على شغل جده. وعلى طول بياخد هيلين وبيجري من المكان بسرعه، عاوز يحميها قبل ما التنين يقتلها. طول الطريق بيفضل يفكرها باخوها وبيقول لها اخوكي بلغني بكلام كتير اقوله لك، وده علشان اثبت لك ان هو اللي بعتني ليكي. اخوكي بيقول لك انك مش السبب في موته، يلا فوق وسيبك من سيطره التنين ده بقى. فعلا البنت بترجع لوعيها من تاني، لكن خلاص التنين خلاص وصل وبيكون مستعد زي الاناني. التنين فعلا قوته عماله تضعف اكتر واكتر. اللي بيقول للبنت اي خدمه يا ستي، مش عايزك بقى تخافي منه علشان نقدر نخلص عليه. التنين هو كمان بيفضل يصرخ علشان قوته عماله تضعف، وبيروح على ال علشان يقتله، ولكن بضربه واحده بيشنكله. التنين فعلا بيموت من قوه الضربه اللي اكلها. اللي بيقول لهيلين اي خدمه يا ستي، وهوبا بيلاقيها بتطعنه بسكينه وبتقول له اي خدمه انت يا عم. الواد بيتصدم، بيحاول يشرب من ازازه الدواء اللي معاه ولكنها بتقع. خلاص شكلها دي نهايته. البنت هي كمان بتحاول تهجم عليه تاني ولكن بيبعد عنها. بيقول لها انت ليه بتعملي كده؟ هيلين ما بتستكفاش بكده وبتحاول تهجم عليه تاني وتقتله، ولكن في اخر لحظه قبل ما تقتله بيظهر تنين ابيض مش عارفين من دوت. ايوه ده هو تنين الخير اللي جاي ينقذ البشريه. التنين الابيض بيقول له البنت خلاص ما عادتش في وعيها، والتنين الاسود هو اللي بيتحكم فيها. التنين الاسود فعلا بيتكلم جواها، بيقول له انت كشفتني بقى ليه يا عم كده؟ ده انا كنت عاوز افضل اتسلى بالواد ده شويه، بس عامه مش مهم، انتوا الاتنين هتموتوا دلوقتي. فبيقول له مش هسمح لك تقتلهم، وانت يا انا دلوقتي هعالجك وهديك قوتي علشان تستخدمها. وبالفعل ده اللي بيحصل. بيكتسب قوته. التنين الابيض بيغمى عليه. التنين الاسود برضه لسه مش فارق معاه، واقف قدامه بكل ثقه. بيقول له انت مش هتعرف تعمل معايا حاجه، انا في جسم صاحبتك ومستحيل تاذيني، طز فيك انت وصاحبتي. وهوبا اداله ضربه بتكسره. بيقول له طالما انت التنين فابلع يا حزين، وبرضه بينزل ضرب فيه. الضربات فعلا بتاثر في التنين، ما بيقدرش يستحمل وبيقوم وبيتحول لشكله من تاني، والاتنين بيهجموا على بعض بشكل اناني. التنين الاسود بيحاول يتمكن من اله ويقرا دماغه، بس بيتصدم، ده دماغه فاضيه ما فيهاش غير ارض وفاس. ايه يا عم القرف ده كله؟ وساعتها بيفوق له. التنين الابيض هو كمان بيقوم وبيبدا يدمر التنين الاسود، وبالفعل بيقدر عليه، بيتمكن منه وهي ضربه واحده يا بيه بيخلص عليه بالكامل. وهيلين هي كمان بتفوق. الاتنين التنانين بيختفوا من المكان. ايوه بعد اللي حصل ده وهيلين كل واحد فيهم اكتسب قوه تنين، يعني بقى معاه قوه التنين الابيض وهيلين معاها قوه التنين الاسود. لا وكمان هم اللي بيتحكموا فيها وبيقدروا يتحولوا لشكل التنين. ايوه كده هو ده الكلام. الله ينور يا كفاءه. البنت بتقول له بشكرك انك وصلت لي رساله اخويا، انا كنت عاوز اموت نفسي بسبب اني ما قدرتش انقذه، بس بعد كلامه انا ارتحت نفسيا. وفي الوقت ده الكل بيوصل المكان، بيفرحوا ان هيلين بسلام، بيشكروا إلي هو كمان علشان وقف قدام التنين لوحده. بيقولوا له ايوه كده يا عم، عاوزينك دايما تحقق انتصارات جديده. وكلهم بيقعدوا يحتفلوا سوا بالانتصار ده. وقتها بيفتكر انه لازم بكره يحصد البطاطس، وعلى طول بيسيبهم وبيجري. الاميره بتقول له يا ابني ما تريح نفسك شويه، هو انت ما فيش في دماغك غير الزراعه وبس؟ فبيقول لها يا ست انا بحب كده، ما حدش ليه دعوه باهتماماتي. وبيخلص اليوم على كده. وتاني يوم بقى بيروح على الارض مع صاحبه تيستا، وصاحبه بيقول له عاش عليك يا اسطى، ده الانتصارات اللي انت عمال تحققها مسمعه في المملكه كلها. فبيقول له يا عم كلها حاجات بسيطه، وانا واثق ان التقيل لسه ما جاش. وفي الوقت ده ريكس بيجي له، بيقول له امك بعتلك الجواب ده يا عم. فبيقول له ياض انا هموتك واعرف ازاي امي بتعرف مكاني كل مره، ده انا اصلا جيت البلد دي علشان ابعد عن زنها، وانت بقى تعرف المكان اللي انا بروح له بكل سهوله. طب ازاي؟ فبيقول له يا عم دي شغلتي، خد الجواب واسيبك انا بقى. الواد فعلا بيقعد يقرا الجواب مع صاحبه، وامه كانت كاتبه له الاتي: ازيك يا اللي انت عامل ايه؟
وحشتني قوي يا ابن الجزمه وعاوز اشوفك. وبعدين انت مش ناوي ترجع تعيش معانا بقى ولا ايه؟ انا وابوك مستنيينك على نار. فبيقول لي صاحبه انا زهقت من امي وزنها يا عم، ده انا سبت القريه اللي كنت عايش فيها بسببها، بتهتم بيا زياده عن اللزوم وانا بحب الزراعه وهي مش عايزه انا اشتغل فيها. وبعدها بيسيبه وبيروح السوق. بيفضل يلف شويه وبيقف عند راجل بيبيع طماطم. بيعجب من شكلها جدا، ولكن طلع مش شكلها بس اللي حلو، طعمها كمان كان من افضل الطماطم اللي كلها في حياته. بيفرح جدا وبيقول للبياع انت جبت الطماطم دي منين؟ الطماطم دي مزروعه كويس جدا وانا عاوز اعرف طريقه زراعتها. فبيقول له يا عم انا ما زرعتهاش ولا حاجه، انا جبتها من مدينه لورجوس. البي انصدم لان القريه دي هي قريه ابوه وامه، ما كانش عارف يعمل ايه وعلى طول بيروح لهيلين. بيقول لها انا عاوز اخد اجازه علشان ارجع البيت ازور ابويا وامي لانهم وحشوني، ولكن في الاساس هم ما وحشوهوش ولا حاجه، ده رايح بس علشان يعرف طريقه زرع الطماطم، وبالمره يعدي على امه اللي عماله كل شويه تبعت له جوابات. ولما بيخرج بره بيلاقي الاميره فال عاوزه تيجي معاه. بيقول لها يا بنت مش هينفع، الرحله دي لازم اروحها لوحدي، وبعدين هبقى اعرفك على ابويا وامي ولكن مش دلوقتي. وبيسيبها وبيمشي. والمشكله ان طريقه بيكون من غابه جريم، وطول الطريق بيحلم انه وصل القريه وعرف يزرع الطماطم اللي طعمها حلو، وكان نفسه ده يحصل. ولكن فجاه بيطلع عليه الشيطان دوت. الواد بيترعب وبيقول يا عم هو انا ناقصك؟ هو انت هتصاحبني ولا ايه؟ فبيقول له ايوه عاوز ابقى صاحبك يا عم، ابعد عني يا عم هي ناقصه. وبياخد ديله في سنانه وبيطلع يجري. وزي ما انت عارف يا صديقي ان الشياطين كل واحد فيهم عنده غريزه معينه، اللي بيحب الجواز واللي بيحب يلعب بديله وهكذا يعني. وفي وسط ما كان اللي مرعوب جدا بتوصل بنت اسمها روري وبتخلص على عفريت. بتقول لي ما تقوم يا لو استرجل كده، مالك في ايه يا ست؟ انا بترعب من العفاريت جدا، وعامه شكرا انك انقذتيني، من غيرك ما كنتش عارف هعمل ايه، وعلى فكره انا محارب قوي. البنت بتقول له ما علينا، على العموم يا عم انا اسمي روري. بيقعدوا يتكلموا مع بعض وبتعرف روري انهم رايحين نفس القريه. بتقول له طالما كده فتعالى نمشي سوا، هنسلي بعض في الطريق، وبالمره لو طلع علينا عفريت او شيطان هقتله يا عم بكل سهوله. الواد طبعا بيوافق وبينطلقوا سوا. بيمشوا كتير في الغابه وفجاه بيحسوا بحاجه غريبه بتحصل. الاتنين بيستعدوا لاي هجوم، ومره واحده ريكس بيطلع عليهم. بيقول لي ازيك يا اسطى عامل ايه؟ ده انا قلبت عليك الدنيا يا جدع. على العموم امسك الرساله دي امك بعتها لك. الواد ما كانش مصدق، بيتنطط وبيقول انا زهقت من امي دي. ايه يا عم كل شويه رسايل ولا ايه؟ ده بص يا بنتي بعتلي رسايل قد ايه، بس في الاول والاخر دي امي برضه، هنعمل لها ايه؟ الجو بيليل عليهم وعلشان كده بيقرروا يخيموا في الغابه علشان مفيش خطر يواجههم. بيولعوا نار وبيقعدوا ياكلوا سوا. وإيل بيسالها عن السبب اللي موديها القريه. فبتقول له بص يا عم انا بدرب نفسي على مواجهه الوحوش والكلام ده كله، وده علشان ابقى محاربه اسطوريه، لكن سمعت اشاعات من التجار ان القريه دي فيها شياطين، علشان كده هروح احارب الشياطين دي وابيدهم عن بكره ابيهم. المهم بيعدي الوقت والعيال بتتعرف على بعض اكتر، وبعدها بيدخلوا يناموا. تاني يوم بيكملوا رحلتهم وخلاص وصلوا القريه. بيدخلوا القريه هما الاتنين وبيودعوا بعض علشان كل واحد هيمشي في طريقه. إيل بيقول لها بص يا ستي واحنا راجعين هنبقى نتقابل ونمشي سوا. البنت بتفرح وبتقول له يا عم خلصانه، هات بقى الخريطه اللي معاك علشان اعلم لك على الفندق اللي هبقى قاعده فيه. وبالفعل بتوري له مكان الفندق، وبعدها الاتنين بيمشوا. اول حاجه البنت بتعملها هي انها تروح تسال الناس على الشياطين اللي بيشوفوهم، لكن بتستغرب لان الناس كلها بتجاوبها بنفس الرد، ما فيش شياطين ولا اي حاجه في القريه دي. ولكنها مش بتصدقهم، لا بتقول اكيد في حد قابل شيطان. وفجاه بتسمع صوت واحده بتعيط. بتروح لها بتلاقيها قاعده بالشكل ده. البنت بتقول لها في شيطان خطف اختي الصغيره ومشي في الاتجاه دوت، بالله عليك انقذيها قبل ما يحصل لها حاجه. روري بتطمنها وبتقول لها ما تقلقيش اختك اكيد في امان. وبيظهر الشخص ده وبيكون مراقبها. وبالنسبه لإل فبيوصل على بيت عيلته، يا دوبك لسه هيخبط بيلاقي الباب اتفتح في وشه. امه من فرحتها بتلف بالقريه كلها وبتفضل تحضنه لحد ما بتكسر له ظهره. وعلى فكره يا صديقي هي امه كده على طول بتحبه لدرجه انها لما بتحضنه بتكسر له ظهره. يا وجع الحنان ده ولا ايه؟ وفي وسط حضن الام الجميل ده ابوه بيخرج وبياكلوا علقه محترمه. بقى انت بتحضن مراتي يا ابن الجزمه؟ ده انا هموتك النهارده. مراته بتستغرب وبتقول له ده ابننا حيلتها، ده انت ليله ابوك مش فايته النهارده. وبتاخده في نفس البيت وبتنزل فيه تخبيط يمين في شمال. هي العيله دي مغبوله ولا ايه؟ ده الواد ليه حق يطفش منكم. بعدها بيقعدوا على الاكل علشان يستريح من رحلته. بيقعدوا يتكلموا ويستريحوا شويه، وبعدها الواد بيدخل الاوضه بيتكلم مع ابوه. بيساله بقى عن الاسمده اللي هو جاي يسال عليها. بيقول لابوه كل حاجه وبيحكي له عن الطماطم اللي عايز يزرعها. فبيقول له طيب يا عم انا هعرفك فين اماكن الاسمده دي، هات الخريطه اللي معاك علشان احدد لك عليها. لحظه واحده، هو ايه اللي انت معلم عليه ده؟ فبيقول له دي صاحبتي روري هي اللي علمت على الفندق اللي هتبقى قاعده فيه، وده علشان نرجع
القرية سوا. فبيقول له فندق مين؟ يا ابني مفيش فنادق في القرية دي خالص. بيقول له يا عم يمكن الفندق لسه مبني جديد. يا ابني بقول لك مفيش فنادق هنا خالص. الواد بيستغرب وبيقول له ازاي؟ ده البنت جايه تقعد في الفندق لحد ما تخلص مهمتها في مطاردة الشياطين وقتلهم. الاب بيفاجئه تاني بيقول له مفيش اصلا شياطين في القرية، ولو كان في حاجة زي كده كان زمان امك. فبيقول له سكت ليه يا عم كمل. فبيقول له لا مفيش حاجة، يلا بقى روح نام علشان ترتاح. الواد بيستغرب من طريقته دي وبيحس ان في الموضوع، وبيخلص اليوم على كده. تاني يوم ال بيصحى كله نشاط وبيقرر انه يدور على روري علشان يعرف ايه قصتها بالظبط. وبالفعل بينزل يدور، وفجأة بيلاقي الناس دي ملمومة على شخص بيقول ان في شيطان هاجمه. الراجل بيقول لي اللي بعد ما الشيطان هاجمني لقيت بنت بشعر ازرق ظهرت وبدأت تقتله، بس الحمد لله انا عرفت اهرب. وال بيعرف منه المكان اللي الخناقة كانت شغالة فيه وبيطلع يجري عليه، ولكن الراجل بيضحك وبيطرقع صباعه. دي شكل في الموضوع. ايوه ده كل الناس والبيوت دي ما كانتش حقيقية، الراجل ده هو اللي قصد يخدع والمشكلة انه وداه على غابة الاوهام. يا نهار ابيض، يا ترى هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ بيشوف البنت دي خايفة وفي وحوش بيهاجموها وعلى طول بيروح على الوحش وبيكسره. بيستغرب انه ما حسش بالضرب اصلا مع ان الوحش انفجر اول ما ايده لمسته. يا ترى هو ايه اللي بيحصل معايا بالظبط؟ البنت بتقول له شكرا انت فعلا بطل من الابطال، بس على فكرة كل ده ما كانش حقيقي. الواد بيستغرب وبيقول لها ازاي يعني مش حقيقي؟ وساعتها بياخد الصدمة. ايوه البنت دي هي الوحش اللي لسه قتله. الواد مش فاهم حاجة والوحش كان هيهجم عليه، لكن في اخر لحظة روري بتوصل وبتخبط واحدة بسيفها بتخلص عليه. بتقول لي ايه اللي كويس ان انت جيت، احنا هنا في غابة الاوهام، خد بالك كويس لان اغلب الحاجات اللي هتشوفها هنا مش هتبقى حقيقية، واعمل حسابك ان الوحوش اللي هنا بيقدروا يتشكلوا في هيئة بني ادمين، وانا بقى اليوم كامل عمال اخلص عليهم ولكن لسه ما خلصوش. وفجأة بيظهر الشخص اللي جابهم الغابة دي. روري بتنصدم، بتقول ده نفس التاجر اللي قال ان القرية دي فيها شياطين، لكن الشخص ده بيفاجئهم وبيطلع هو الشيطان من الاساس، جابهم هنا علشان يخلص عليهم. يا ابن الخبيثة، بيقول له روري انت غبية قوي يا بت، ما خدتش بالك ان كل الناس في القرية قالوا لك ما فيش هنا شياطين، وفجأة كده واحدة تظهر لك وتقول لك في شيطان خطف اختي، انت ازاي صدقت اللعبة اللي عملتها عليكي؟ بس مش مهم لاني عملت اللي انا عاوزاه وقدرت اخدعكم واجيبكم هنا. احب اعرفكم بنفسي، انا لوكي وهدفي كان انت من الاول يا ورغم انك هزمت القائد الاول لجيش ملك الشياطين والذي يدعى روميو، لا وكمان هزمت التنين الاسود، بس مش هتقدر عليا. لا انا مش زي الكائنات الدنيا اللي انت هزمتهم دول. تحبوا بقى مين فيكم يموت الاول؟ وبدون مقدمات البنت بتهجم عليه ولكن بيبعدها عنها، بيدي لها خبطه بتنيمها في مكانها. بيروح علشان يعالجها ولوكي بيتصدم، بيقول له انت معاك سحر الشفاء ولا ايه؟ تعالى لي بقى. بيدخل عليه بكل ثقه ولكن كل ده ولا بيفرق معاه، بيخبطه في الشجره وبيرد له تاني ولكنه بيفلت من ضربته. بيحاول يهاجمه ولكن بواحده بس بتخسف بيه الارض. برغم كده الواد برضه بيقوم ولكن هجماته مش بتاثر فيه. الشيطان هو كمان ما بيعملش اي حاجه غير انه بس يديه، حرفيا ماسح بكرامه امه الارض. بيقول له على فكره بقى، رغم انك مش قادر عليا بس انت قدرت تصيبني، ولكن اصابتك ملهاش لازمه لان جرحي بيلتئم في ثواني. الواد بيبدا يعالج نفسه وبيقول له انت عايز مننا ايه؟ وبعدين انت قلت ان انا كنت هدفك الاول، طب انت ليه عاوزني وعاوز تقتلني؟ الشيطان فعلا كان متكبر جدا وبيقول له طالما انت هتموت فانا هموتك مرتاح وعارف كل حاجه. انا بقتل اي حد يفكر انه يقف في وشي ويمنعني ان استولى على العالم. انتوا اكتر اتنين كانوا مسببين لي مشاكل وكان لازم اخلص منكم على طول. وبرضه ما تنسوش بعد ما اقتلكم هروح لهيلين واقتلها هي كمان بما انها اكتسبت قوه تنين، وطالما انتوا عرفتوا فعليهم يا رجاله. وبالفعل الشياطين بتطلع عليهم من كل اتجاه. بيفلت من الشيطان اللي جاي عليه وبيروح ينقذ روري لانها مثبته في مكانها. وقبل ما الشيطان ده يقتل روري بتلحق نفسها وبتخبط الشيطان واحده بسيفها بتنيمه. التاني بتدخل عليه وبتدي نفس الضربه في مكانه بتركنه. اللي بعده يا هنا يا سعده. اما الفا بيدي له واحده بتسلفنه، بيقول للبنت عاش عليك انا عايزك كده على طول. وفجاه الشيطان ده بيهجم عليهم ولكن اركن انت كمان. لوكي بيقول له يا دي انت بامانه طلعت خطير، بس طالما اللي فات عسل يبقى اللي جاي يفطير. بيطلع عليهم كرات النار وبيفجر المكان حواليهم. الاتنين بالعافيه بيطلعوا عايشين، لكن الشياطين دي بتتدخل وبتصيب روري اصابه خطيره. بيحاول يقف قصادهم ولكن مش عارف يعمل اي حاجه. خلاص شكلها دي النهايه. الشيطان بيستهزأ بيهم اكتر وبيقول لي الا الله يرحمك يا صاحبي، خلاص كلها ثواني والشياطين دي هتاكلك بالكامل، وبالنسبه ليك يا روري فهخلص عليك بنفسي. البنت بتقول له انا اسفه يا اسفه لاني مش قادره ادافع عنك ولا اساعد نفسي. بتفتكر لما كانت صغيره والكل كان بيتريق عليها وبيقولوا انها مش هتبقى بطله ولا حاجه، لكن ابوها وامها قالوا لها ما تسمعيش كلام حد، خليكي واثقه ان قدراتك اللي جواكي هتطلع
بس وقت ما تكوني محتاجاها فعلا، واهم حاجه تثقي بنفسك يا بنتي. بنرجع للوقت الحاضر لما الشيطان كان خلاص هيقتلها، بيكون خلاص هيقتلها ولكن بيتفاجئ باللي لسه عايش. بيتصدم وبيقول له عاش عليك، انت ازاي قدرت تعيش بعد الهجوم اللي حصل لك ده؟ وبدون مقدمات ال بيهجم عليه ولكن بيبعد عنه بيقول له ضرباتك مش هتاثر فيا. روري بتشاهد وبتتصدم انه لسه عايش، ازاي قتل الشياطين دي كلها؟ لا وبيعمل كل ده علشان مين؟ علشان يدافع عني وعن كل اللي بيحبهم. الشيطان ده ناوي يقتل اي حد يقف قصاده. بتفتكر كل اللي قالوا عليها ضعيفه ومره واحده بتقول لنفسها لا، وعلى طول بتخبط لوكي بالسيف لكنه مش بيتاثر. الواد بيقول لها يا بنتي بطلي لعب الاطفال ده، مش مهم، برضه هفضل اهجم عليك لحد ما اقتلك، انا خلاص مش هستسلم تاني. وبدون مقدمات وهوبا بيطلع من جواها طاقه اسطوريه، طاقه كافيه تبيد اي حد قدامها. الكل بيتصدم من قدرتها، هي كده فعلا خلاص حررت طاقتها. لوكي بينصدم وخلاص عارف ان دي نهايته، وبدون مقدمات البنت بتديله واحده بالسيف بتخليه يلحق القطر اللي فايته، وده قطر الموت طبعا. ولا لا ايه الحلاوه دي كلها يا بنت انتي؟ خلاص بتديله القضيه بتخلص عليه. بينصدم من قوتها اللي ظهرت وبيقول لها شكرا انك انقذتيني. البنت بتقول له انا اللي حابه اشكرك يا عم، انا بسبب عزيمتك اكتشفت ايه هي مصدر قوتي الحقيقيه وعرفت انتقم من الكلب ده، بس انت باين عليك تعبان. ولسه هتكمل كلامها بتلاقي خلاص نام على رجليها. روري بتقول الواد ده شجاع جدا وشكلي كده بدات تعجب بيه. هي شكلها هتلعب ولا ايه؟ وبالفعل اليوم بيخلص على كده، وبالليل البنت بتصحيه وفعلا الواد بيفوق وبيقول لها هو الجو ليل علينا ولا ايه؟ فبتقول له ما انت مش داري، انت نايم الصبح هتحس ازاي؟ وانا ما كنتش عاوز اصحيك علشان ترتاح. فبيقول لها طب يلا نقوم علشان نكمل طريقنا. وفعلا بيكملوا في الطريق بيسمعوا حد بينادي على بيترعبوا وبيقولوا ده عفريت ولا شيطان ولا ايه بالظبط، ولكنها بتطلع ام بتخرج عليهم وبتقول له انت فين ياض من بدري؟ فبيقول لها هو انت اللي عملت الصوت ده؟ فبيقول لها بصي وراك كده، وعلى طول بياخد البنت وبيجري ومش بيرضى يعرفها ان الست دي تبقى امه. فعلا الواد ده عق مفيش كلام. بعدها بيرجعوا على الفندق اللي المفروض البنت هتبات فيه بس مش بيلاقوه موجود. بيعرفوا انه لوكي هو اللي كان عامل الفندق ده كخدعه عليهم. بيتمشوا شويه سوا وبعدها كل واحد فيهم بيقرر يمشي في طريقه ويتقابلوا بكره. واول ما بيرجع على البيت بيلاقي امه مستنياه بتقول له روح شوف لك حته تبات فيها، يلا بقى غور من وشي يا حيوان علشان تبقى تجري من اول ما تشوفني قوي. الواد بينصدم وبيقول الست ده انا مش لسه سايبها في الغابه؟ ومره واحده بيلاقي امه وراه. بيتخض وبيطلع يجري جوه على الاوضه. ابوه بيقول له يا ابني استنى، طب افتح لي يا ابني الكلب امك هتموتني. فبيقول له مع حالك بقى. اتصرفوا مع بعض وبيخلص اليوم على كده. تاني يوم بيصحى بيلاقي ابوه منشور على حبل الغسيل وامه ماسكه في رجله وبتتحايل عليه علشان ما يمشيش. جوزها بيقول لها يا بنتي بطلي التصرفات دي بقى. فبتقول له هتخرس ولا اجيلك؟ وانت يا ابني اقعد معايا هنا بقى. فبيقول لها يا ستي انت عارفه اني بحب الزراعه وانا عاوز ارجع للشغلانه اللي بحبها، وبعدين لو قعدت هنا مش هبقى بعمل حاجه ومش هكون مبسوط. فبتقول له خلاص يا عم روح المكان اللي يريحك بس ابقى تعالى زورنا كل شويه. الواد بيقول لها تمام وبيودعها هي وابوه. بعدين بيمشي وهو في الطريق بيقابل روري بيقول لها يلا نكمل طريقنا سوا. وبالفعل بيتجهوا في طريقهم للقريه. بيتكلموا سوا والبنت بتقول له فاكر اللي الشيطان قاله قبل ما يموت؟ كان عاوزك انت وبعدها كان هيقتلنا انا وهيلين. طب يا ترى الواد ده بيعمل كل ده ليه؟ واصلا ليه الشياطين كلها عاوزه تقتلك؟ فبيقول لها الصراحه مش عارف بس انا متاكد ان كل حاجه هتوضح قريب. المهم بعدها بنشوف عيل صغير رايح يسرق من الزرع بتاع وإل كان خلاص وصل وبيشوفه وبيقول له انت بتعمل ايه هنا يا حرامي؟ الواد بيقول له يا عم سيبني انا جعان وما اكلتش بقالي يومين. وعلى العموم يا عم انا اسف اني كنت بسرق من الزرع بتاعك. بيقول له انا مش معصبني في الموضوع غير انك بوظت الزرع اصلا، ده انا هنفخ ميتين امك يلا. والله بيفكرني بالناس اللي كانوا بيجروا ورايا لما كنت بسرق توت زمان. اوعى يا صديقي تكون بتعمل كده انت كمان. لكن إل كان طيب وبيقول له بما انك جعان فانا يا عم سامحتك وخد دي كمان مني. الواد بيفرح جدا من معاملته وبيشكره قبل ما يمشي. وفجاه بيقطع تفكيره هيلين اللي بتقول له انت لازم تعرف بقى ايه اللي حصل في غيابك. باختصار كده الوحوش هجمت علينا كذا مره والحكايه دي حصلت بعد ما انت مشيت على طول، وبسبب كده اسعار الحاجات ارتفعت جدا. الفقراء ما بقوش قادرين يشتروا الاكل ومحدش على الطريق العيشه. وفجاه بيسمع صوت الوحوش هاجمين على المملكه. حراس الملك بيحاولوا يقفوا قصادهم ولكن الوضع بيكون صعب. حرفيا كل تنين ماسك له حارس ومطلع عين اللي جايبينه، ده غير الوحوش اللي مش بيكونوا سايبين حد في حاله. وهيلين بتوصل وبتتحول لنص تنين علشان تقدر تقف قصاد الوحوش. وبالفعل بتتصدى لهم ولكن عددهم كبير ومش عارفه تعمل معاهم حاجه. الكبرى دي هي كمان بتطلع عليهم لكن البنت اللاعبه بتحضر في المكان بتلف عليها بالسيف وهوبا بتنهيها في ثواني. اللي هو كمان بيقرر يشارك بيتدخل بكل غباوه. حرفيا اللي بيقف قصاده بيعميه واللي عامل عنتر فيهم على نار هاديه بيسويه. بيكسر
ويكسر اي حد قدامه، واصحابنا فعلا مسيطرين في القتال. وفجأة بيلاقوا الفرسان دول داخلين عليهم وبيكون معاهم امير من مملكة تانية. الامير ده بيقول ان معاه السيف المقدس، والسيف ده كان بتاع البطل الاسطوري. الوحوش بتخاف جدا اول ما بتشوف السيف وبيهربوا على طول. الكل بيتصدم لان السيف المقدس ده محدش كان لاقيه خالص، ومش عارفين ازاي هو حصل عليه. بيخلص اليوم وبالليل بيكون قاعد في بيته وبيلاقي الاميره بتخبط عليه، بتقول له انا جيت اودعك. بتدخل تقعد معاه وإل بيقول لها تودعيني ازاي؟ انا مش فاهم حاجه، ممكن توضحي لي؟ فبتقول انا قررت امشي من هنا، وبعد اذنك ما تسالنيش عن السبب. على فكره انا مش راجعه هنا تاني. وقبل ما تخلص كلامها بتيجي الخادمه بتاعتها علشان تاخدها. إل بيكون مصدوم لانه مش عارف هي ماشيه ليه، لكن ما بيحطش في دماغه، بيقول اللي عايزاه تعمله. وبعد مده بيرجع للشغل من تاني. بيقول بسبب السيف المقدس الشياطين ما بقتش تهجم علينا، وده خلى السلع ترجع رخيصه زي ما كانت. وبصراحه انا مبسوط من الحته دي جدا علشان الناس الفقراء يعرفوا يشتروا اكل. بيعدي كذا يوم وبعدها بيلاقي ريكس بيجي له علشان يديله جواب امه بعتته له. بيتكلم معاه وبيقول له يا اسطى انت بقيت اشهر من نار على العالم، الكل بيقول ان المحصول بتاعك رخيص وطعمه حلو جدا. فبيقول له على فكره يا اسطى كل الناس بدات ترخص المحصول، وده لان بفضل السيف المقدس الشياطين ما بقتش تهجم علينا. بيقول له انا ما كنتش قصدي على كده خالص. وعلى العموم النسخه دي اتوزعت من شويه. بيبص في الجورنال وهو بيتصدم صدمه عمره. ايوه هيلين هي كمان بتقرا اللي في الجورنال. الاتنين مش بيصدقوا، ده الاميره اتخطبت كمان على وشك الجواز. بينصدم اكتر لما بيعرف انها هتتجوز امير مملكه جنبهم، وده الامير اللي مع السيف المقدس وانقذهم اخر مره. اوبا بابا، فيا ترى ايه سبب الجوازه دي؟ وهل الاميره فعلا موافقه على الجوازه ولا هي مجبره تعمل كده؟ ويا ترى ايه اللي هيفضل ساكت كده من غير ما يعمل حاجه، ولا ايه اللي هيحصل بالظبط؟ استنونا في ملخص الجزء الثاني من حكايه إل. وبس كده يا عم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ودمتم في امان الله.